يوم عيد الأضحى المبارك سنة 971 كان الافتتاح الرسمي للجامع الأزهر. كان لسه بقى أياميها المعز لدين الله لسه داخل مصر طازة فريش جميل، واتبنى بقى من قبل ما يجي، طبعا بيتجهز في جامع الأزهر، واتفتح سوفت اوبننج كده في رمضان. وكان العيد الأضحى ده أول عيد بقى، والراجل ركب بقى الموكب الجميل، وهم كانوا الفاطميين يحبوا الشخلعة والحاجات اللطيفة. ركب بقى الموكب الجميل ومشي لغاية جامع الأزهر، وقال الخطبة بتاعة عيد الأضحى المبارك بتاع سنة 971 دي في جامع الأزهر، والناس بقى قعدت تعيط، وكان شيء جميل جدا جدا. وأصبح الجامع الأزهر هو الجامع الرسمي للدولة الفاطمية الشيعية في مصر. وكان من أهم الأيام اللي موجودة في جامع الأزهر كان يوم اسمه صباط الحزن، وده كان اليوم اللي استشهد فيه الحسين رضي الله عنه في كربلاء. وده كان يوم مهم جدا جدا بالنسبة للشيعة بالذات. طبعا في الوقت ده كان مهم قوي المظاهر الدينية، وكان يوم بقى يبتدي انه الوزير وقاضي القضاة وكل الناس المهمة والأعيان والأمراء وبتاع يروحوا من الفجر على الجامع الأزهر، يصلوا في الجامع ويقعدوا يقروا قرآن، وبعدين بيبقى فيه أشعار بقى في رثاء الحسين وآل البيت وعياط ونويح وشغلانة، وبيبقوا لابسين هدوم الحداد. بعد كده بيتكلوا على الله يمشوا من الجامع الأزهر، يتكلوا على الله يروحوا لغاية قصر الخليفة. بيبقى برضو كله لابس حداد والدنيا ضلمة في ضلمة وحاجة كئيبة، بيقروا قرآن، وبعدين برضو بيقولوا أشعار ويقعدوا يعيطوا شوية كمان، وبعدين يقوموا يتغدوا بعد صلاة الظهر. والغدا كان بيبقى عدس ولبن وجبنة وعسل وعيش بلدي اللي هو العيش الأسمر الأسود ده، وتمام شكرا على كده. واليوم ده بتبقى الدنيا ضلمة بقى وقافلة، مفيش محلات مفيش تجارة مفيش حاجة، كله يقعد في بيتهم ويتنيل يعيط. بس فين بقى الزمن يعدي والدنيا تختلف تماما، والجامع الأزهر يبقى القبلة الأساسية لعلم أهل السنة، وكل اللي يفضل من يوم الصباط الحزين ده هو يعني طبق العاشورة بس على كده.